في كثير من اللقاءات بالفنان عمرو دياب أكثر من مرة، والآن يقال بأن محمد خلاص يعني تقريبا هو الذي احتل هذا المكان في مصر. لا، هو ده كلام انا قريته زيك برضو كتير، انما انا عايز اقول انه الفنان عمرو دياب فنان كبير، انا بحبه جدا وبحترمه جدا، ومحدش بياخد مكانة حد يعني. مظبوط. يعني مش ممكن برافو. مش ممكن تاريخ الراجل اكتر من 20 سنة غنى ونجاح وسوبر ستار، حد ممكن ياخد نجاحه. هو ما شاء الله عليه راجل ناجح بقاله سنين كتير قوي، نجم نجوم الوطن العربي. اعتقد دي بقت حقيقة ما ينفعش حد ينكرها طبعا. وسجل اسمه في تاريخ الغنى العربي على مدار السنين كلها. واعتقد انه نفرض فيه كلام في انه محمد حماقي بيشبه عمرو دياب، او فهي ليها مفهومين. في مفهوم انا بحبه ومفهوم ما بحبوش. المفهوم اللي بحبه هو ثقة الناس فيا، في اني اكون في مكانة كبيرة زي ما كانت عمرو دياب، فدي حاجة بتبسطني جدا الناس تثق فيا بالشكل ده. المفهوم التاني اللي انا ما بحبوش انه النهارده انا عمري الفني ألبومين، عمرو دياب بقاله اكتر من 20 سنه، فولا حلو ليا ولا حلو ليه هو كمان ان احنا نتقارن ببعض، لانه انا لسه ما اشتغلتش قد ما هو اشتغل، وهو تاريخه الكبير ما ينفعش يقارن بحد عامل ألبومين، لانه تاريخه اكبر من كده بكتير. فانا ما بحبش المفهوم التاني. هو لا شك هذا الكلام هو عين العقل. انت بقى قطعتني، كنت عايز اقول حاجه نسيتني انت. نسيتني. والله كنت خلاص ما افتكر هقول لك. هتفتكرها. لا اكيد راح ترجع الشيء اللي انت نسيته. هو المضمون ان حكيك اكيد لا يختلف. افتكرت على فكره. تفضل. هو على طول مستعجل. لا، كنت عايز اقول بمناسبه انه انا احاول ارضي الكل يا خلال الحوار، بركوتة. يعني ما اخلي احد يطغى على احد، ولكن كلكم ما شاء الله فنانين ونجوم، وكل له مكانته في قلوبنا. ربنا يخليك. لا، انا عايز اقول انه الفنان هو عباره عن مخزون. انت بتخرج من مخزونك ده بتاخده من كل حد سمعته، بتاخده من ام كلثوم زي ما بتاخده من عمرو دياب، زي ما بتاخده من نوال الزغبي، زي ما بتاخده من طفل صغير سمعته. كل ده في الاخر بيكون شخصيتك الفنيه. على قد ما حبيت فلان وفلان وفلان وفلان، على قد ما خدت حاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا، وفي الاخر بتطلع بشخصيتك انت. حرقت لي السؤال. اي خدمه. برافو يا محمد، حرقت له السؤال. نعم. طيب هو يعني هو حرق علي. ما شاء الله عليه بيتكلم كثير حلو محمد ما شاء الله تبارك الله.